السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. جايه لكم النهارده بالسجق الاسكندراني او الصدق بما اننا بنقول اسكندراني. جايه لكم بطريقه بسيطه جدا لكن لذيذه جدا جدا، وهقدمها لكم بطريقتين. يلا ندخل في الوصفه على طول، بس الاول احب اعرفكم بنفسي. انا ساره هلال ودي قناتي. لو اول مره تشوفوني يا ريت تشجعوني وتعملوا لي لايك وتشتركوا في القناه لو عجبتكم الوصفه. يلا بينا. اول حاجة عندي في طاسة على النار من غير اي مادة دهنية هنزل بالسجق بتاعي. ده تقريبا حوالي نص كيلو من السجق البلدي. هنزل بيه وافرده جنب بعضه، مش عايزة واحدة تبقى فوق التانية عشان التسوية بتاعتهم تكون واحدة. انا هديله صدمة الاول وكمان عشان يبقى نص سوا. بعد شوية قلبت السجق بتاعي على الجنب التاني، وكان نزل دهون منه زي ما انتوا شايفين كده. بعدها رفعت السجق بتاعي من الطاسة في طبق على جنب، وفي نفس الطاسة بالدهون اللي نزلت من السجق دي هنزل ببصلاية كبيرة متقطعة مش مفرومة. قطعت البصلاية بتاعتي مكعبات صغيرة، ممكن تقطعوها جوانح لو انتوا حابين. قلبت البصل بتاعي كام تقليبة كده لحد ما دبل حاجة بسيطة، وبعدين نزلت عليه بفلفل اخضر حامي وبارد، وبرضو اديته تقليبة مرة تانية. بعد كده نزلت بنص معلقة من الثوم المفروم وقلبتها مع البصل والفلفل. بعد ما تشوحوا نزلت بطماطمايه كبيرة متقطعة مكعبات زي ما انتوا شايفين، وهقلبها برضو معاهم. بعد ما الخضار بتاعي ده اتشوح شوية هضيف التوابل بتاعتي، وهي ملح وفلفل اسود فقط. انا مش عايزة اي حاجة خالص تغطيلي على طعم السجق. قلبتهم وبعدين ضفت عصير طماطم حوالي ازيد من الربع لتر بشوية. انا عاملة حساب ان كده كده الخلطة فيها طماطم. لو حابين تضيفوا بدل عصير الطماطم معلقة صلصة طماطم وتزودوا مية مفيش مشكلة، بس انا بحب طعم الطماطم الفريش. بعد ما ضفت عصير الطماطم هغطي بقى، هسيبهم ياخدوا غلوة واحدة بس. بعد ما خدوا غلوة نزلت بالسجق بتاعي وقلبته. انا منزلتش بالسجق من الاول علشان هو واخد نص سوا. قلبت السجق مع الطماطم مع الخضار كله في بعضه كده، وهغطي عليه مرة تانية واسيبه يكمل سواه تقريبا 5 أو 7 دقايق، وخلاص هيكون جاهز معايا السجق. هنا السجق خلاص بتاعي استوى وريحته كانت تجنن، والصوص بتاعه تقل زي ما انتوا شايفين كده، بقى لذيذ جدا. علشان لو حابين ان انتوا تغمسوه ما يكونش سايل قوي ويعني يدوب العيش. يلا بينا بقى نغرف فندق. انا هقدم السجق الاول مع مكرونه. عندي هنا مكرونه خواتم مسلوقه، ممكن تستخدموا اي نوع مكرونه انتوا حابين. هحط المكرونه وبعد كده هضيف السجق على الوش واتوصى بقى بالصوص بتاع السجق اللذيذ ده، واسيبكم بقى ايه تتمتعوا بمنظر السجق مع المكرونة وتجوعوا زيي. بعدين اقدمها لكم بالطريقة التانية. وطبعا الطبق ده محتاج جنبيه كده شوية مخلل حرشين، وناخد بقى معلقة من المكرونة بالسجق بالصوص وندوق. الله يا جماعة، طعمه كان خطير. انا بحس ان اي حاجة اسكندراني بتبقى طعمها في حتة تانية. سجق اسكندراني بقى، كبدة اسكندراني، اي حاجة وبعديها اسكندراني تأكدوا ان هي تبقى حاجة حلوة. انا مش من اسكندرية على فكرة، انا من القاهرة، بس انا بشجع الاكل الاسكندراني. يلا بقى الطريقة التانية، نجيب رغيف كده بلدي وندخله جوه نعمله مركب، ونحط بقى السجق فيه كده مع شوية الخضار اللي في السجق، البصل والفلفل
ناخد الساندوتش ده بقى مع حتة الجزراية المخللة دي ونلتهم الساندوتش، وبكده تبقى خلصت وصفتنا. ولو عجبتكم ما تنسوش تعملوا لي لايك وتشتركوا في القناة عشان يوصلكم كل جديد، وهتلاقوا مكونات الوصفة دي في صندوق الوصف تحت. اشوفكم في وصفة جديدة. باي باي.